الكبير من هذه الاستراتيجية وهي الكوادر التدريسية. الكوادر التدريسية تجدها الآن مهيئة، ولكن تنقصها بعض الدعائم لكي تقف وتدرس وتطبق هذه الاستراتيجية. وأريد تعليقك على أنه قبل أن ندخل للبرنامج ب10 دقائق جانا عاجل بأن وزير التربية أمهل لجنة تحقيقية 48 ساعة لبيان الموقف الأخير بشأن المدرس اللي شتم الطالبات، واليوم فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي ما تشوفها خطة نحو يعني 48 ساعة لأن الموضوع صار رأي عام؟ سعيد دكتور عادل أستاذنا العزيز موجود يعني. دكتور عادل، استراتيجية وطنية 31 نظام المدارس الابتدائية اليا سنة عندكم يشتغل سنة 78. كيف تستطيع نظام سنة 78 وإذا قريت البداية مالته راح اشق هدومك، لان اكو حكي عن الحزب والثوره والتمجيد والامور كليتها. الوزاره اللي تعجز عن تبديل نظام لقانون سنه 2017 قادره على تطبيق استراتيجيه؟ هذا واحد. هل حضرتك اكيد مدرس، كم سجل عندنا بالاداره من المدير الدكتور عادل؟ لا مو هوايه، راح اقول لك 70. 70 سجل مطلوب ادامتهن، واغلبيتهن ما عدا القيد العام وسجلات الدرجات والدرجات الوسطيه ووارد الوثائق وصادر الوثائق وزياره المشرفين والاثاث وغيره ما لهن داعي، لم يتم التجديد. اكو بالتعليمات دكتور عادل منظومه التعليمات السنويه للاداره الامتحانيه والاداريه تجبر كل مديريه عامه على طباعتها بدايه السنه تنطيها. الان قل لي اي اداره، اي مشرف، اي مدير عام، خليه يتصل مباشره الان، كم سنه كان عندك عدم رسوب؟ وهل مقيده ومسجله في سجلات القيد العام؟ هل صدر بها كتاب موازي؟ هذا بس هذا يخدمن شو ما يخدمه؟ اي انت مجموعه الانظمه والتعليمات عندك متاخره سنه 78 جاي تشتغل بيها. زين. وانت القانون لما كان الصف النموذجي 26، الان 32 او 34 صف النموذجي، تغيرت اهداف التربيه عن كانت اهداف خدمه الحزب والثوره الى خدمه واهداف العراق الديمقراطي الجديد. والوزاره ما قادره على تغيير النظام للمدارس المدارس الابتدائيه. يضاف الى هذا اني جاي راح تبني لي 10,000 مدرسه وبصين، والله حاشة ايد، والله نصفق الرئيس وزراء. بالمناسبه انا من اقول لك رئيس وزراء قد اكون عندي ملاحظه انه الحكومه ما يركضون، احنا نشوف الرجال شاحط روحه من الموصل للبصره ويركض ليل ونهار، والباقيين اما متفرج واما قاعد على المدرجات، يعني ماكو واحد يركض بنفس ما نقول مكتب الاعلامي هو نشط لا ما هو مكتب اعلامي، مكتب الاعلامي سوى له فوتوشوب بالموصل. لا يعني مو هذا حكي نحكي لك ما ادري قبل العمل ايش يسوي، ما ادري قبل بالمناسبه على مود لا تنحسب علينا، احنا نقابه مستقله لا تنتمي لاحد. طيب ماشي. لكن السؤال اللي هنا لا استراتيجيه وطنيه بدون ان ياخذ المعلم حقه. كيف؟ لا استراتيجيه وطنيه حقيقيه، احنا ما نقول مرتين، نعمل وننفذ رغم كل شيء، وكانت رواتبنا ما تساوي دراهم وخدمنا ونخدم العراق، لكن اقول لك بالنتيجه النهائيه كيف تريد تطبق حلم نرويجي او فنلندي او قطري بالعراق، وهذا حق مشروع بمعلم متعب مرهق. عندنا 31,000 بس ارجوك خل اكمل فكرة. خذ راحتك. انت ذكرت 31,000 واحد 32,000 واحد بمدينه الصدر بالرصاف الثالث. طيب احنا نعرف مشكله انخلقت ونعرف تم اعدادها ونعرف لغم بدرب الحكومه. اي طبعا احكي لك يا من الاخير. طيب انت من هذا ليه صرت سياسي؟ سياسي على مود حل مشاكل. انت مو سياسي متفرج. ذولا ولدنا حمل الشهادات بس اكمل لك خريجين من حقهم تحاسب اللي ارتكب الخطا، تحاسب اللي جابهم. مدير تربيه اسمح لي، الرصافه الثالثه هو تعاقد بدون علم وزاره التربيه، هو تعاقد. القصد وين؟ اني هذه المشاكل اذا ما احلت تريدني استراتيجيه وطنيه تخلي على راس القائمه التدريب، تخلي مخصصات. يعني يذكر الدكتور عادل جو المشرفين من البصره ومن الرمادي، والله واحد خابرني من الرطبه يمكن بايت بيومين ببغداد يدفع من جيبه على مود يختبر بمستوى عالي جدا من الاسئله وراقي، مو ضد الاسئله وامتحانات واختبارات المشرفين. زين. لكن هل الكراسه اللي اعدت وقدمت قبل 6 اشهر قبل سنه وراح تمتحنون بهذا وذاكروا ما موجود. احنا عندنا مشاكل اداريه، عندنا مشاكل تخطيط بنفس الوزاره. اذكر لك بشيء واحد فد نكته، الاستراتيجيه السابقه
كنت اني ممثل صندوق التربيه. بالمناسبه صندوق التربيه ما مسموح ان نقابه المعلمين تحضر به، وفلوسنا دا ياخذوها ما نعرف وين تروح وين تجي. وبقرارات انه يتم نعطي واحد قسم من عندهن النادي وقسم من عندهن الكذا وقسم من عندهن الكذا، وكان ممكن ندعم بهن. والله اقسم بالله بذاك الوقت لما كانت ما اعرف مدير التخطيط قالت احنا ما حضرنا كل الندوات في طيب. في جلسه كتابه الاستراتيجيه الوطنيه. احنا مع الاستراتيجيه دكتور عادل وداعمين، ونقابة المعلمين قدمت مقترح لتدريب المعلمين إلى الوزارة أنه المعلم من يتعين يجي ياخذ شهادة تدريب، وهاي التدريب مستمر ودورات متكررة بالتعاون مع وزارة التربية. ومقترح نقيب المعلمين السيد عباس السوداني قدمه. لكن احنا نقول إذا كان الخيارات أنه احنا نخطط وانتم تنفذون، نعم احنا أبناء دولة وواجب علينا ننفذ، لكن هل مستوى التنفيذ للشخص المتمكن المقتدر المؤمن على عائلته مثل مستوى قاعد بالحواسم، لو قاعد بالايجار، لو طيب. ما عنده دوا مرته؟ خلي يرد. تريد استراتيجيه وطنيه انطي. اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع، المستطاع ان يشبع المعلم ويكون عنده سكن زين. وتكون عنده حمايه. بس نص دقيقه استفيد من الوقت. نص دقيقه. اخر مقترح الرئيس وزراء قدمناه شنو؟ يوميا يطبون علينا المدرسه يقتلون لنا معلم يقتلون لنا مدير، والنتيجه راح المعلم سجل دعوه ورجعت العشائر عليه، دقيته ورجعت نازل. قلنا له السيد رئيس وزراء والمقترح قدامه، وهذا من خلال التلفزيون اكررها، انه ارفع هذه الدعوه التجاوز على العلم وعلى السياده قبل الكفاله. اللي يطب السلاح يعتبر 4 ارهاب، بس اللي يتجاوز على الشرطي بالشارع وعلى الطبيب المستشفى وعلى اللي قصفوهم ينظفون نهر الفرات وبهاونات، هذا اعتداء على العراق، اعتداء سافر 4 ارهاب. من اجل ان يكون رادع ما حد يتطاول. طيب. من اجل ان ينسجن هذا، واني ما مسموح انا تم تتجاوز عليه ما مسموح اتنازل، فينسجن بدون خلي كفالة. استفيد من الوقت ارجوك.